القصه هذه اللي نقول لك دابا قصه حقيقيه وقعت في المغرب. فإلا كنتي كتخاف اولا عندك موقف من الامور ديال التلبس والجن فما ننصحكش انك تتفرج اولا تسمع هذه القصه. وكتبدا القصه ديالنا فاش قررت احد العائلات اللي ساكنين في الدار البيضاء بالانتقال لمدينه فاس بحكم عمل الاب اللي فرض عليه انه يهز عائلته ويمشي يسكن في فاس. والعائله كانت كتكون من الاب والام والابن اللي في عمره 18 سنه. وكان الولد عزيز على والديه لواحد الدرجه ما تصورش بحكم انه هو الولد الوحيد اللي ترزقوا به. فالاب دار الاجراءات ديالو وقلب على سكن وداكشي اللي كان وسكن في احد الاحياء بالمدينه القديمه بمدينه فاس. كانت الدار كبيره وعندها سقف بعيد وفي صاله بلديه قديمه وفيها واحد الهدوء ماشي عادي. ومن بعد شهر وهم ساكنين تما بداو كيلاحظوا حوايج غرابين كتوقع بالليل فاش كيكونوا في الدار. في البدايه كان كيبان بحال شي صوت عادي خفيف وكيدق بانتظام في الدار كامله، ولكن كيبدا الصوت كيعلى شويه بشويه وكينوضوا كيقلبوا على المصدر ديال الصوت وما كيلقاو والو. كان هادشي كيتكرر كل ليله وكانوا كيبغيو يقنعوا راسهم باللي راه غير شي صوت عادي وصافي، ولكن ما كانت حتى شي طريقه كتبرر منين جاي ديك الصوت. الام كانت كتشك وكتقول راجلها باللي ما مرتاحاش في هالدار وباللي كتحس باللي قلبها خايف وبالاخص بالليل. ولكن الاب ما كانش مسوق وكيقول لها باللي انت كتخافي من اي حاجه، ولكن الحاجه اللي ماشي عاديه واللي كتخلي بنادم يشك ويترعب هو ان الابن منين دخل لديك الدار وهو ساهي والشوفات ديالو ماشي عاديين، مع العلم انه كان شاب ديما كيضحك وحركي بزاف وداكشي اللي خلى باه يسولو ويقول له شنو واقع. وكان كيجاوبو وكيقول له باللي كلشي عادي وما عنده علاش يتقلق او لا يخاف. ولحد الان كلشي عادي، ولكن الاحداث اللي وقعوا دابا تخلينا ندخلوا في عالم ديال الشياطين والجن او بالاحرى الجنيات. وفي واحد الليله مهدنا في ديك الدار الكبيره وكيف ما العاده الصوت الخفيف كيدق، الشاب ناضي يشوف منين جاي ديك الصوت وهو يحس بشي جسم سخون من موراه ومقرب ليه. حس باللي الجسم ديالو تبلوكا والصوت ديالو مشى وما قدرش يغوت وبغى يعيط لعائلته ولكن الصوت ديالو والو. وهنا بقى كيقرا القران في نفسه والرعب مسيطر عليه حتى القلب ديالو بغى يخرج من بلاصتو. وفي واحد اللحظه حس باللي شي حاجه تحركات تسلق الصوت ديالو بالقران باعلى صوت بحال صوته كان مسجون، حتى سمعوه والديه وناضوا كيجريو عنده ولقاوه مدهوش وحرقان وعينيه في حاله تدعو للرعب والدهشه. سولوا باه شنو واقع، الابن ما قدرش يهضر من الصدمه وقال له بغيت غير نعس وداكشي اللي كان وداوه ينعس. ولكن ديك الليله القلوب تهزات وكلشي توتر وحست الام باللي هاد الليله في هاد الدار تكون طويله ومرعب، والاحساس ديال الام ديما كيكون صادق. والاب بقات ديك الصوره ديال ولده وهو مخلوع ومدهوش في عقله وما بغاتش تفارقه، واخا هو انسان متدين وما عندوش خوف من العالم ديال الجنون والعفاريت، واخا هكاك دخل الوسواس وشي حاجه ديال الخوف على ولده. ومن بعد ما تهدن كلشي ونعس كلشي وقع امر للشاب، امر مرعب تقشعر له الابدان. فمن بعد ما نعس الشاب حلم باللي واقف في نفس البلاصه اللي كان واقف فيها من قبل ووقع له داكشي اللي قلت لكم، ولكن هاد المره كانت واقفه حداه بنت بيضه وشعرها كحل طويل ولابسه الكحل وضحكه واحد الضحكه تقدر تفرت لك قلبك من الخوف الا شفتيها. مدات يديها عنده وقالت له باللي راك في دارك دابا. الشاب ما فهم حتى شي حاجه ومباشره من بعد هاد الجمله فاق الشاب وهو مرعوب ومفزوع وفحال هيستيريا وكيقول باللي خاصو يمشي من هاد الدار وخاصو يهرب من هاد الدار حيت مسكونه. حاول يهدنو باه عنقو وبقى كيقرا عليه القران حتى تهدن الشاب، ولكن ولدو اللي كان كيعرف قبل راه ماشي هو هذا. وفي الصباح عاود لهم على الحلم وقال لهم باللي حس باللي داكشي حقيقي وماشي كاع حلم. والاب كالعاده قال له باللي داكشي غير وساوس ديال الشيطان وخاصو غير يدير الاذكار ديالو وغيكون كلشي بخير. ولكن الام كانت مخلوعه بزاف على ولدها وبغات تمشي من ديك الدار حيت ما كتحسش براسها مرتاح. وقررت العائله انهم يخويو ديك الدار بحكم انهم كيحسوا بامور غريبه وماشي عاديه. ولكن الامر اللي غادي يوقع صعيب حتى يدخل لك لدماغك. فبمجرد ما قررت العائله تخوي الدار في اليوم الموالي في ديك النهار بالليل ديك الصوت اللي كانوا كيسمعوه ولا قوي وغريب ومرعب، وكان الجو كيقول باللي هاد الليله اللي بقات في هاد الدار ما غاديش تدوز بخير. وبقاو فايقين حتى الوقت معطل بالليل وفي التاريخ غلبهم الناس. وهنا حلم الشاب باللي ديك الجنيه وقفت عليه وقاتلو بصوت مرعب باللي ما غاديش يمشي من ديك الدار ولا مشى غادي يتبعو فين ما كان، وقاتلو باللي وليتي مسكون مني وما عمري نفرقك. وهنا صاحبنا بغى ينوض ولكن فحال مكتف بغى يعيط للاب ديالو ولكن الصوت والو، حس براسو فحال كيغرق في الظلام. وفجاه حس باللي شي حد كيفيقو وكان الاب ديالو كيفيقو حيت كان عارف باللي ولدو متبوع من الجن. فاق الشاب بحال شي زومبي وفي حاله غريبه، وانا الاب حس باللي ولدو في خطر. ومنين صبح الصباح قصد واحد الراقي من الرقاة المحترمين اللي كيديروا الرقيه بلا حتى شي مقابل حيت كلام الله ما كيتباع ما كيتشرى، واكتشفوا باللي الابن عنده مس
من الجن، وبكلام الله بالقرآن ولات الحالة ديالو طبيعي، ورحلات العائلة من ديك الدار باش يتهناو من الوساوس ديالو. ومن أهم الأمور اللي نقدروا ناخذوا من هذه القصة أننا ما عايشينش بوحدنا في هذه الأرض، وكاينين كائنات كيشوفونا وحنا ما كنشوفوهمش. داكشي علاش خاصنا نحصنوا أنفسنا بالقرآن.